عارفين الأكلة اللي بتعملوها تنزل في قلبكم مش معدتكم؟ صينية اللازانيا دي زيها بالظبط. فبدون مقدمات وفزلكة كتير تعالوا نعمل أحلى صينية لازانيا هتجربوها. أول حاجة علشان نعمل اللحمة هنحط معلقة كبيرة من السمنة وعليها شوية زيت صغيرين، وبعد كده لما يسخنوا هنحط البصل بتاعنا، واللازانيا بنستخدم فيها بصل أبيض. وعلشان البصل يتكرمل من غير ما يتحرق هنحط عليه شوية مية صغيرين قوي ونفضل نقلب. اول ما البصل ياخد لون هننزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. بعد كده هنحط اللحمه بتاعتنا وبنشوحها كويس قوي لحد ما تاخد صدمه ولون من جميع الجوانب. وبعد كده هنزود التوابل بتاعتنا، انا نسيت اصورها: ملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنه، زعتر وروزماري، ويستحسن لو الزعتر والروزماري يكونوا فريش. بعد كده هنحط الجزر، والجزر لا غنى عنه في اللازانيا. بعد كده هنحط عصير الطماطم، او هنا انا استخدمت العلبه اللي بيكون فيها الطماطم المتقشره بالعصير بتاعها، وحطيت في العلبه بعد ما فضيتها شويه ميه بس عشان الصوص يبقى جوسي شويه، وبعد كده معلقتين كبار من الصلصه. وعلى ما يخلصوا هنعمل البشاميل بتاعنا. حطيت مكعب كبير من الزبده وقدهم دقيق، وهنفضل نقلب لحد ما نلاقي ان ريحه الدقيق بدات تطلع وان الدقيق بدا يتشوح، وهننزل باللبن عليه بالتدريج. ويفضل يكون اللبن بارد علشان البشاميل ما يكلكعش. انا هنا استخدمت نص كميه البشاميل كريمه ونص الكميه التانية لبن، وانا ما بحطش في البشاميل اختراعات كتير لان اوريدي الكريمه بتديله طعم حلو. انا بس بحط بهارات ملح وفلفل اسود وشويه صغيرين جدا من البابريكا وورقتين لورا، وبس كده بيكون البشاميل تحفه. وبصراحه ما بحبش استخدم جوز الطيب بس هي اختياريه. بعد كده يلا نعمل الصينيه بتاعتنا. انا استخدمت النوع ده من اللازانيا اللي هو ما بيحتاجش سلقه قبلها. اول حاجه نحط شويه بشاميل في الارض، وبعدين هنحط عليهم اول طبقه من اللازانيا، تاني طبقه هتكون اللحمه وهنفردها عليها كويس، وهننزل عليها بطبقه تانية من البشاميل وشويه حلوين قوي كده من الجبنه البارميجان او الجبنه الرومي زي ما تحبوا. وبعد كده هننزل بنفس الطبقات تاني ونعيد نفس الخطوات لحد ما الصينيه تتملى. واخر حاجه خالص بعد ما بنكون خلصنا اخر طبقه وحطينا البشاميل بنحط شويه حلوين قوي من الموتزاريلا على الوش، وبنحطها في الفرن على درجه حراره 200. حرفيا مش هتاخد اكتر من ربع ساعه او تلت ساعه. وبعد ما بتلاقي اطراف الموتزاريلا بدات لونها يحمر كده بتطفي الفرن وبتفتحي عليها الشوايه دقيقتين 3 مش اكتر، وبتطلع لك هذه التحفه الفنيه. انا مهما احكي لكم بجد قد ايه ريحتها كانت حلوه وطعمها كان حلو، هتحسوا ان انا ببالغ بس هي بجد كانت حلوه قوي. هنحط عليها شويه بقدونس بس فوق كده علشان المنظر، وبعد كده يطلع لكم هذا البيس اوف ارت. طبعا المفروض تستنوا عليها تبرد شويه علشان تبقى متماسكه بس انا ما قدرتش.